Mi nombre es Giulio Libutti, soy el director de ventas de GNV para el mundo. Estamos aquí hoy para presentar el nuevo producto Barcelona Nador, la nueva línea que va a empezar el 8 de junio y va a durar todo el año obviamente. Y se agrega esta línea a la línea Tanger que ya tenemos de Barcelona. Estamos muy orgullosos de estar aquí hoy para presentarlo, porque España para nosotros es un mercado importante, estratégico, el tercer mercado más importante de Europa. ¿Puedes hablarnos de este producto que puede llevar a la comunidad marroquí, como son la mayoría de clientes que serán por esta línea? Que pueden llevar esto a los clientes, claro. Nosotros, aparte que tenemos promociones para esta línea, y después lo voy a explicar en la presentación, nosotros sabemos que en Cataluña hay mucha marroquín de Nador, el área de Nador, y por esto hemos estudiado y queremos presentarle un producto que es muy para ellos, y esto lo va a llevar, digamos, la posibilidad de tener una línea dedicada, un barco dedicado solo para ellos. Gracias. أنا سعيد بهذه العملية لأنها ستزيد من تقريب شعوب المنطقة بعضها ببعض، كما ستقوي العلاقات الاقتصادية بين المغرب وإسبانيا على وجه العموم ومنطقة كاتالونيا على وجه الخصوص. ولا يمكنني إلا أن أحبذ هذه الدائرة وأتمنى أن المزيد من عمليات الربط هذه. شكرا. السلام عليكم، مرحبا بجريدة كاتالونيا 24. وحنا اليوم متواجدين في بريسنتاسيون تقديم ديال اللينيا جديده اللي هي برشلونه نادور برشلونه، اللي غتبدا ان شاء الله في يوم 8 يونيو. وحنا كمواخين دي بياخيس ماغنا ترافل اجنسي اللي كنديروا خدامين باش كنديروا لا بروموسيون هاد لا لينيا هادي. اليوم حضرنا البريسنتاسيون ديالها اوفيسيال اللي كان معنا السي فارس القنصل ديال برشلونه والصحافه المحليه وكثير من فاعلين الجمعويين ولي زاجون دي فواياج. كما كتعرفوا نتوما حنا السنه هذه لاخينسيا ماغنا ترافل اجنسي اللي متواجده في بلاصه اسبانيا واللي كتخدم مع الجاليه المغربيه ولينا جينيفي اليتي بارتنر، يعني هذه كتبغي تعني احسن اخينسيا ديال جينيفي، احسن التسهيلات. وحنا من هذا المنبر هذه كنقولوا للمغاربه بانهم راه بدا واحد الخط جديد اللي هو برشلونه نادور باثمنه جد مناسبه اللي كتقدموا لا كومبانيه. اذا قطعوا مشيو مزيان كاينه واحد ديسكونتو ديال 20% وكل التسهيلات يقدروا يوجدوها في لاجون دي فواياج. السلام عليكم، انا سميتي سفيان من اجونس ترافل جوي من تيراسا. النظر ديالي على حساب الروته جديده ان شاء الله برشلونه الناظور، كنظن تخدم مزيان ان شاء الله لحقاش كتنقص الطريق على حساب العائلات مرتاحه مزيانه ان شاء الله، وحتى الاثمنه منخفضه فيها. وممكن هي منافسه مع ان شاء الله مع على حساب موتريل ولا الميريا ولا مالاغا ولا دونك احسن حاجه الواحد يشد البي ديالو في اقرب وقت ان شاء الله، وطريق السلامه ان شاء الله.
برشلونة الناظور اللي غادي تبدا ان شاء الله في شهر 6. الجاليه المغربيه هذه من 2008 اللي بدات لا لين برشلونه طنجه هما كيتسناوها. في كاتالونيا كاين بزاف سوريتو من خيرونا كنا واحد تاع خيرونا بزاف الناس من الناظور والنواحي، وباش ما كيضربوش ديك الطريق تكرفيصه اللي عندهم اللي كيوصلوا لطنجه، من طنجه حتى للناظور. دابا غادي تجيهم مزيانه يمشوا من برشلونه نيشان للناظور ان شاء الله. شكرا. شهاده وعندنا جوائز في السياحه. بالنسبه هذا الخط البحري برشلونه الناظور. برشلونه الناظور خط جديد، واغلبيه المغاربه متخوفين منه لان هذيك السنه كانوا عليهم نفس المشكل كيتحفظوا الناس، ولكن قمنا من بعد تذاكر تقريبا 5 أو 6 تذاكر، وكان عملوا واحد الدعايه في الراديو هذه الرحله الجديده اللي كتكون وكنتمنوا لها التوفيق ان شاء الله مع طنجه. شكرا. من اخي سيامار ترافل اجنسي. اليوم حضرنا البريزنتاسيون ديال النويفا لينيا ديال الناظور برشلونه، وبالنسبه لنا مهمه بزاف لان بزاف ديال الجاليه المغربيه يعني من الناظور مقيمين هنا في برشلونه ولا بالنواحي ديال برشلونه ديما كان عندهم اشكاليه ومشاكل كثيره، كانوا كيمشيو حتى لطنجه او كيشدوا الطريق وبزاف ديال المشاكل كانت. وكنشكروا كلشي اللي ساهموا في هذه اللينيا الجديده. شكرا. السلام عليكم. اليوم كنحضروا الاجتماع ديال غراندي نافي اللينيا الجديده، وكنشكروا على التغطيه كاتالونيا 24 على التغطيه. هاد اللينيا الجديده اللي قدمت لنا غراندي نافي الناظور برشلونه الناظور، اللي هي متنفس الجاليه المغربيه اللي مقيمه هنا بكاتالونيا وباسبانيا خاصه، اللي كتمثل واحد المتنفس كبير اللي خلات المغاربه انهم ياخذوا غراندي نافي عوض انهم ياخذوا السياره ويسافروا بها حتى لالميريا، ومن الميريا 6 ساعات، لان 27 ساعه راه سفر اللي غيكون ممتع ويكون في متناول المغاربه وديال جهه الناظور، جهه الناظور كامله وجهه الحسيمه والناظور، لانهم كيضربوا واحد الطريق طويله ديال حتى الالميريا، ومن الالميريا عاد 6 السوايع في الباركو. راه هذا انجاز كبير للغراندي نافي، وكنتمناو للمسافرين انها تكون في المستوى. وشكرا.